راح اسوي جبنية مقتبسة من اعز صديقاتي الشيف منى، حسابها منى 2000 في السناب شات، بحط لكم اياه بعدين. طبعا هي شهيرة بعزيزة عالم حواء. عموما خدت منها الفكرة، هي سوتها بأربع أنواع جبن، أنا بسويها بنوعين جبن، وبسوي طبعا كمية قليلة نص المقدار. بس أنا الوصفة الأصلية من منى 2000، راح أحط لكم حسابها بعد ما أخلص. المقادير كالتالي: بحتاج طحين، بحتاج بيكنج باودر، بحتاج جبن فيلادلفيا أو كيري، بحتاج جبن تشيدر أو جبن كاس، ممكن تستخدموا الكاس والفيلادلفيا والبقرات الثلاث. بحتاج ملح، حليب سائل، زيت وخميرة. بكتب لكم المقادير في الانستغرام بعد ما اخلص. حطيت جميع المقادير ما عدا الماء، طبعا في بيضة نسيت اذكر لكم انه في بيضة. حطيت جميع المقادير وراح اعجنها، وراح اضيف الماء حسب الى ان تتكون عندي عجينة لينة. طبعا هنا شوي احتاجت طحين، فانا قاعدة اعجنها بيدي وخلاص صارت مرة زينة. بغطيها واتركها تتخمر. في سنابات ما رفعت اللي هي المقادير، بشوف ايش سالفتها. عموما راح اغطيها الان واتركها تتخمر نص ساعة الى 40 دقيقة. نيجي هنا العجينة الجبنية، اللهم بارك تخمرت. راح استخدم القطاعات حسب الحجم اللي انا ابيه، بفردها واقطعها، لا تكون خفيفة ولا ثقيلة. هنا فردناها بهذا السمك ونبدأ نقطعها باستخدام القطاعة. ابدأ هنا اقلب حبات البقدونية، معلش الملعقة فيها موية عشان كذا يطشوا شوي. شايفين كيف انتفخت؟ حاول اوضحها لكم. هنا حطيت حبيبات الجبنية وابدأ اصب عليها الزيت بهذه الطريقة على اساس تنتفخ. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ما شاء الله مرة منفوخين.